السلام عليكم، صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. استغفر الله كده في التعليقات وصلي على الحبيب قلبك يطيب. هنحضر اليوم أصحابي خبز ال10 دقايق. الخبز ده منتشر في المغرب والجزائر. خبز منفوخ مفهوش تخمير مفهوش عجن. ليه أسماء كتير: مطلوع، بطوط، مخامر، يعني هش وخفيف مثل الإسفنجة، وزي ما انتوا شايفين رهيب. يلا خلونا نسمي بسم الله ونبدأ الفيديو. سمينا بسم الله أصحابي. أنا هستخدم كوب من الماء الساخن، وعشان هضيف معاه كوب من الحليب، وهحط الحليب بارد عشان يعادل السخونة. لو مش هتستخدمي ماء ساخن، ماء فاتر والحليب يبقى دافي، يعني الحليب دافي والماء دافي عشان يتخمر بسرعة، لأن احنا معندناش تخمير. احنا قلنا خبز ال10 دقايق. كوب حليب، كوب لبن أو حليب، وأضفت معلقة صغيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، وهنا السميد الناعم اللي هم بيسموه في المغرب والجزائر سميد الرطب أو سميد الفينو. ده أنا اشتريته من الكارفور، مش بيبقى متواجد على طول، بس يعني لما بيتواجد بجيب منه كمية عشان نستخدمها في وصفات حبايبنا في المغرب والجزائر. فهنا أضفت كوب من السميد وكوب من الطحين. هنبدأ بقى نخلط كل المكونات عشان ما يبقى فيش عندي اي تكتلات. وهي فكرة نفس عجينة ال10 دقايق، يعني احنا بنحط جزء من المواد الجافة في مواد سايلة تكون دافية عشان تسرع عملية التخمير، الخميرة تشتغل بسرعة وتخمر لي الخبز بدون ما اقعد اخمر وقت طويل. بهذا الطريقة ما عنديش اي تكتلات، بالظبط هغطيها واخليها 10 دقايق. فطبعا كمية الخميرة كبيرة على كمية الطحين، فهتتفاعل بسرعة وتخمر بسرعة زي ما انتوا شايفين. صارت اهي هشة وخفيفة وخمرت. هنبدأ بقى هنا اصحابي نضيف 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي، وهخلطهم مع الخليط اللي خمرناه، واضيف رشة ملح، يعني معلقة صغيرة من الملح. وهنبدأ الخبز ده بياخد من 3.5 إلى 4 أكواب من الطحين حسب كل بلد، وانتوا عارفين يعني الطحين بيختلف من مكان لآخر حسب امتصاصه للسوائل. فاحنا أضفنا كوب في الأول، ضفت 2، يبقى كده 3. والكوب الرابع ضفت نص كوب، وهبدأ أضيف بالتدريج. وزي ما انتوا شايفين هبدأ أدمج على طول. العجينة دي لازم تبقى عجينة رطبة، تكون فيها تلزيقة، يعني ما تكونش عجينة جافة ومتماسكة، عشان تدينا خبز هش وخفيف مثل القطن زي ما شفتوه معايا في أول الفيديو بإذن الله تعالى. اهو انا نزلت بالنص كوب كمان، يعني كده اخدت معايا 3.5. هحاول اغسل هسلك ايدي من العجين، واغسل ايدي واسيبها 5 دقايق عشان اعرف اتحكم في قوام العجينة ونعرف الملمس بالظبط. هي فيها تلزيقة جامدة شوية، بس هخليها ترتاح 5 دقايق واغسل ايدي ونشوف الخطوة التانية. هنا اصحابي غسلت ايدي وسبتها 5 دقايق، وبدأت ارجع لمها مرة تانية. زي ما انتوا شايفين العجينة ما احتاجتش ان انا اضيف عليها طحين تاني ولا اي حاجة، بس فيها تلزيقة، وهو ده المطلوب، لان العجائن اللي بيبقى فيها السميد بعد كده بتشرب السوائل، عشان ما بعد كده لو فضلتي تقولي العجينة رطبة رطبة وتضيفي عليها طحين هتبقى العجينة معاكي جافة بعدين، ومش يعني مش هتديكي خبز هش. غطيتها وسبتها، يعني زي ما انتوا شفتوا احنا ما عجناش ولا اي حاجة، مجرد جمعنا العجينة وسبتها غطيتها بالبلاستيك راب وسبتها 10 دقايق. في ال10 دقايق بالظبط زي ما انتوا شايفين اختمرت بسرعة، وده بسبب التخمير الأولاني بتاع ال10 دقايق. يعني هي كل مرحلة في الخبز بتاخد 10 دقايق فقط لا غير. زي ما انتوا شايفين بخرج كل الهواء والغازات اللي فيها. وعشان ما تلزقش في ايدي، يا اما تدهني ايدك بمسحة زيت، او تبللي ايدك بالمية، او رشة طحين خفيفة خالص، عشان بس ايه نعرف نتحكم في العجينة. لميت العجين من الطبق اللي احنا خمرناه فيها، وهبدأ نلفها كده، يعني نديها دلكة بسيطة بس عشان تجمع بهذا الشكل أصحابي. وهنبدأ بقى نقطع الخبز براحتكم، عايزينه كبير عايزينه صغير. انا عملته يعني يعتبر متوسط، لا هو الكبير قوي ولا هو الصغير قوي. يعني تقريبا الكورة كانت تقريبا حوالي ما بين 80 ل 100 جرام. تقدروا بقى يعني لو انتوا تريدوه ميني صغير تعملوها 50 جرام الكورة.
او تعملوه اكبر براحتكم، يعني التشكيل والحجم براحتكم. هنا عشان ما تلزقش في ايدي فبرضو حطيت شوية طحين على الرخامة، وببدأ شوية شوية كده، ما بنحط يعني بنحط زي ما شفتوني بحط الطحين على العجينة واكورها وانفض الطحين الزايد عشان العجينة ما تتشربش الطحين وتصير معانا جافة. هنا سويتهم كرة، هجيب بقى صينية عليها منشفة واحط رشة من السميد الناعم. طيب الناس اللي ما عندها السميد الفينو او السميد الرطب اللي هم بيستخدموه اللي انا استخدمته ده، هتاخدي الطحين او دقيق البسبوسة اللي احنا بنستخدمه في البسبوسة وطحنيه اقصى حاجة تكون ناعمة معاكي وتستخدميه في الوصفة. نفس فكرة الفينو هيبقى معاكي حلو، نفس الطريقة برضه. بس هو الميزة في الفينو ان هو ناعم جدا وبيدي اللون الاصفر للخبز، الخبز اللي هو الجميل بتاعهم الرائع ده. هنا طبعا اصحابي الجو لو بارد سيبيهم يرتاحوا 10 دقايق. انا طبعا عشان الجو حار جدا فبالتالي مجرد ما كورتهم هبدأ على طول افرد في اول واحدة اشتغلت فيها. بنفرد على السميد الفينو برضو زي ما انتم شايفين مش على طحين، وبحطهم على على الصواني وحط عليها برضو رشة سميد، وهغطيهم واسيبهم برضو 10 دقايق. مفيش تخمير اكتر من ال10 دقايق عشان العيش او الخبز ده يظبط معانا. هنبدأ بأول مجموعة احنا سويناها اهو. شايفين ما شاء الله 10 دقايق الخبز على طول بيقوم بسرعة، وهو ده المطلوب، يعني ما نخلوش يخمر زيادة عن كده. هم ال10 دقايق كافيين في كل مرحلة. هنا بقى تجيبوا، هم بيسووا الخبز على طاجين من يا اما من الحديد او من الطين. انا طبعا عندي اللي هي المقلاية الحديد الزهر هذه، فهبدأ اشتغل عليها سواء اللي فيها اللي هي فيها خطوط الشوي او اللي هي الاستريت اللي ما فيهاش اي حاجه. تسويه الخبز المقلايه تبقى سخنه جدا، وبعدين نهدي النار الى متوسطه. مجرد ما الخبزه تجف من السطح الاول نقلبها على السطح التاني ونديها تقلبتين تلاتة اربعة كده لحد ما بتبدأ على طول زي ما انتوا شايفين بتبدأ ترفع على طول وتنفخ. هي بس اهم حاجه تقلبيها 3 4 مرات كده على الوجهين عشان تبدأ تنفخ معاكي الخبزه وتديك الشكل الممتاز ده. انا بقى حصل معايا حاجة، انا خبزت نص الخبز على المقلاة زي ما شفتوه والغاز خلص، فكان عندي 6 أرغفة اضطريت ادخلهم الفرن، اللي هم دول اللي انتوا شايفينهم في الصينية بتاعتي اهو. دول اللي انا خبزتهم على الغاز والغاز خلص. فالتانيين طبعا لو كنت انتظرت على ما يبدلوا لي الغاز وزوجي يجيب الرجال فكان الخبز هيختمر زيادة عن اللازم. خبز قطني هش خفيف تعملوا له السندوتشات تغمسوا بيه مع الاكل رهيب. والصيف بقى محتاج السندوتشات والخبز، سهل وسريع وما بياخدش. احلى حاجة فيه ان كل مرحلة فيه في 10 دقايق. المقادير هكتبها لكم في صندوق الوصف، ما تبخلوش عليا باللايك والشير والاشتراك. وتحية لأهلنا في الجزائر والمغرب، وصفاتهم تحفة. السلام عليكم.